أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطواتي. عنوان حلقتنا النهاردة: ما وراء اكتئاب الزوج. يعني إيه؟ يعني يا ترى الراجل بيجيب لمراته اكتئاب؟ النهاردة هنعرف ونشوف هل فعلا الراجل ممكن يجيب لمراته اكتئاب. تعالوا نشوف. هو الاكتئاب معدي؟ هل الاكتئاب بيتنقل باللمس ولا بالنفس؟ لا طبعا، مفيش الكلام ده. الاكتئاب لا ليه علاقة بالكيمياء ولا بالوراثة، هو مرض مكتسب، بيكتسب لما بتعيش مع شخص بيسحب طاقتك، شخص بيحول للمكان اللي هو فيه لمكان تقيل يأذي كل اللي حواليه. النهاردة احنا مش هنتكلم عن اكتئاب الراجل، احنا هنتكلم عن الراجل اللي بيكون هو مصدر الاكتئاب للي حواليه. هنحكي تجربة شفتها بعيني. بنت جميلة اتجوزت شاب عن حب، كانوا بيحبوا بعض، من الشغل اتعرفوا على بعض واتجوزوا. كانت بتتمنى له الرضا يرضى، كانت بتعمل كل حاجة عشان يبقى مبسوط، لكن هو ما كانش مبسوط. كان بيخليها عاملة زي اللي ماشي على قشر بيض، خايفة ان يغضب او يثور. كان دايما تحت ستريس. ده مش نكدي، الراجل ده عمل لمراته اكتئاب، ان هي دايما تحت ستريس. واحد تاني صاحبنا دايما يقلل من مراته ويحسسها ان هي مش فاهمة حاجة، ويقول لها ان فلانة احسن منك وعلانة اشطر منك. الست دي مع الوقت ابتدت تدبل وتنكسر وتحس بالفشل. واحد تاني زيه زي قلته، الكنبة احسن منه، ياكل يشرب ينام ولا هو موجود، لا بيتكلم ولا بيعيش معاها حياتها ولا يعرف اي حاجة. حاسة دايما ان هي مش موجودة، مش باينة، مش شايفها. ده كمان أصابها بالاكتئاب. تسمعوا عن لفظ إن في ست بتدبل؟ فعلا في ست جوزها بيخليها تدبل، والدبلان ده بيحول حياتها اكتئاب. شفنا الموضوع ده أكتر في مسلسل كان يا مكان بتاع ماجد الكدواني ويسرى اللوزي. مراته كانت بقالها 7 سنين بتتعالج من الاكتئاب. أنا مش هنا هقول هو السبب في الاكتئاب، بس الوضع اللي هي كانت عايشة فيه جاب لها اكتئاب. حست إن هي ملهاش لازمة، حست إن بقت مهمشة، حست إن هو ما يعرفش عنها أي حاجة. حتى هتلاحظوا في لبسها كل ألوانها كئيبة، وشها دايما زعلان ومكتئب. يبقى الراجل ممكن يجيب لمراته اكتئاب. اه، انت عارف كمان ان لو الراجل بطبيعته مكتئب هينشر اكتئابه لمراته، لانه دايما حزين وزعلان واللي جاي سواد وسيبيني في حالي انا اللي فيها مكفيني و هتقولوا لي طب ما هي الست بقى ايه، يا اما تعالجه يا اما تبعد عنه. طيب اولا هي ما ينفعش تعالجه، لان هي مش دكتور نفساني. الشخص المكتئب علاجه علاج سلوكي اكتر، لازم يكون هو عايز يتعالج. لكن الست ما تقدرش ولا ينفع تعالج جوزها. تبعد؟ هل كل راجل مكتئب مراته هتبعد عنه يبقى كلنا هننفصل عن أزواجنا؟ طب إيه الحل؟ إزاي أحمي نفسي من الاكتئاب؟ هنمسك مشكلة مشكلة ونشوف. الراجل اللي بيهرب أو مش شايف مراته أو بيجي البيت ما يعملش أي حاجة، ده دايما بيحسسها إن هي مش موجودة. هنا أنت دورك، لا أنا موجودة، أنا ليا دور، وأنتِ عمود البيت. وقُلتها كتير جدًا، الست مهما كانت في نظر اللي حواليها ما لهاش دور، هي العمود بتاعة البيت، هي اللي ماسكة البيت. لأ، أنا ليا دور، وهنا هييجي دور ثقتِك في نفسِك. طول ما أنتِ واثقة في نفسِك وواثقة إن أنتِ ليكِ دور ودور مهم كمان، ومن غيرِك الدنيا تُقع، عمر ما هتوصلي للاكتئاب بتاع أنا مش موجودة وأنا ما ليش لازمة وأنا أنتحر عشان أنا ما ليش لازمة. لو أنتِ فعلًا ما لكيش لازمة، ما كانش ربنا خلقنا من الأول. إذًا في اللحظة دي لازم تتعلمي تزرعي ثقتِك في نفسِك أكتر، لإن أنتِ ليكِ دور ودور قوي. طالما هو مش موجود، مسؤولية البيت عليكِ أنتِ، وخاصةً لو في أطفال. يبقى من هنا
هاقدر أواجه اكتئاب عدم الثقة، هاواجه اكتئاب أنا مش موجودة، هنلغيهم ونقوم بدور أنا موجودة، أنا واثقة في نفسي، أنا ليّا دور. حل المشكلة التانية اللي دايمًا بيحسس مراته إن أنتِ ما بتفهميش، ما بتعرفيش تعملي حاجة، فلانة أحسن منِّك، من الآخر كده اللي عايش دور الأستاذ وعمّال يصحّح لِك، ويوم ما تعترضي يقول لِك أنتِ حساسة زيادة عن اللزوم، موضوع تافه أنتِ مكبّرة الموضوع أوي، ده بيحاول يشككِك في نفسِك، بيحاول يدمّر صحتِك النفسية. هنا هتُقفي مع نفسِك وتحطّي حدود، وتسألي نفسِك سؤال مهم جدًا، هل أنا فعلًا زي ما هو بيقول فاشلة وكل الناس أحسن منّي وكل الناس بتعرف تعمل كل حاجة وأنا لأ؟ السؤال ده اللي هيجاوب عليه هو اللي حواليكِ. لازم يبقى عندِك دايرة اسمها دايرة الدعم، أهلِك، صحابِك، دول اللي هيقدروا يردّوا على السؤال ده. هل أنتِ فعلًا سِت فاشلة والّا دي محاولة فاشلة من راجل مكتئب أو عنده مشكلة عايز يدمّر صحتِك النفسية؟ تعالي نسأل سؤال مهم جدًا، هل الراجل شرير؟ في الغالب لأ، هو مش بيعمل كده عن عمد، هو عنده جهل عاطفي، ما بيعرفش إزاي يحتوي الست، إزاي يحط حدود مع مراته وإزاي يحترم حدودها. طب أنا إزاي أحمي نفسي؟ إزاي أحمي نفسي من الاكتئاب لو أنا دخلت في علاقة ممكن تجيب لي اكتئاب؟ أول حاجة لازم تبقي عارفة إن هو لو عنده اكتئاب أنتِ مش دورِك إن أنتِ تعالجي الاكتئاب، وإن أنتِ مش دورِك إن أنتِ تعالجيه أو تعالجي اكتئابِك أو مش مسؤوليتِك، وهو لو دايمًا يقول لِك أنا مش سعيد أنتِ مش مسؤولة عن سعادته، يبقى لازم تفصلي ما بين إن أنتِ زوجة وإن أنتِ دكتورة نفسية، أنتِ مش دكتورة نفسية ولا مسؤولة عن سعادته ولا مسؤولة إن أنتِ تشفيه، دي أول نقطة. تاني نقطة زي ما قُلنا لازم تخصصي وقت لنفسِك، وقت بتاعِك أنتِ، ما يبقاش كل تركيزِك معاه ومع البيت، لازم يبقى عندِك نشاط تشحني فيه طاقتِك، خروجة مع صحابِك، هوايات بتمارسيها، انزلي اتمشي لوحدِك، اسمعي موسيقى، أي حاجة تبعدِك عن جو الكآبة. الحركة دي أو الخروجة أو القعدة أو اللي إحنا بنقول عليهم دول، لمّا تخصصي وقت لنفسِك، ده بيعيد شحن طاقتِك عشان تقدري تواجهي الكآبة اللي موجودة في البيت. حاوطي نفسِك بناس حلوة، صحاب، أهل، أي نشاط أو أي مجموعة عشان تتعرفي على ناس جديدة، بس ناس يدوكِ طاقة، يكونوا دعم لمّا تكوني محتاجة، مش رايحة تحكي لهم مشاكلِك، بس ناس وأنتِ وسطهم تبقي مبسوطة أكتر وحاسة إن أنتِ عايشة، وده هيرفع من معنوياتِك ويساعدِك أكتر تواجهي المشكلة اللي في البيت. آخر حاجة محتاجة تحافظي عليها هي إن أنتِ لو عندِك أولاد في البيت، حافظي على الروتين الإيجابي، بمعنى اضحكوا، العبوا في البيت مع الولاد، اعملي مناسبات كتيرة، أي مناسبة استغليها هيصي وافرحي بيها، حتى لو زوجِك ما شاركيش المناسبة والاحتفال ده، انبسطي، انبسطي وانبسطي مع عيالِك، افصلوا عن الشخصية دي، لإن في الوقت ده أنتِ لو رضختِ لطريقة تفكيره الكئيبة المنغلقة، عشان كده هتخشي في الموضوع ده. فأنتِ هنا محتاجة إن أنتِ كإنِّك بتعملي حاجز معنوي من أنا لا أنا هانبسط، هاهيص، هاضحك، هاحتفل، هانبسط، مش هاسيب أي حاجة تخلّيني أكتئب. وخلّي بالِك الكلام هنا مش بس مع الزوج أو مع الناس دي، أي حاجة تحسّي فيها إن أنتِ هتخشي في اكتئاب، انبسطي وافصلي وابعدي. في النهاية أنا ما قُلتش حد انفصل عن الراجل الكئيب أو لو راجل كئيب انفصلي عنه، لأ، أنا مش هاقول لِك ساعديه، بس الحب الحقيقي إن كل واحد فينا يساعد التاني يبقى أحسن. لمّا تنشري البهجة في البيت والسعادة وتمدّي له إيدِك وتقولي له أنا موجودة لو احتجتني، ده هيبقى زي مَيّة ساقعة كبّيتيها عليه، هيفوق لنفسه، هيفوق ويقول أنا مش هاسمح للبيت ده يتخرب. هتنشري بهجة، احتمال مرّة يبُص عليكم من بعيد، مرّة يشارككم، مرّة يقعد معاكم، مرّة يندمج، مرّة تلاقيه هو اللي بيعمل البهجة.
أنا مش دكتورة ولا متخصصة في العلاج السلوكي للاكتئاب، بس أنا متأكدة إن اللي بيعيش في بيئة حلوة أكيد، أكيد مع الوقت هيبقى حلو زيها. باتمنى ليكم بيوت خالية من الاكتئاب، خالية من الحزن، مش هاقول خالية من المشاكل لإن المشاكل موجودة، ولكن تبقوا جبال وأقويا إن أنتم تقدروا تواجهوا المشاكل دول مع بعض.